تخيل تشتغل طول النهار من 9 ل 5، تدي كل وقتك وكل طاقتك، وفي الآخر مديرك شايفك أقل من إنك تستحق احترام، يستغلك، يحرمك من حقك، يمكن كمان يتحرش بيك ومحدش يقدر يقول له لا. ده كان واقع ملايين الستات في أمريكا قبل الثمانينات. أنا حسام حامد، مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. فيلم 9 to 5 بيحكي عن 3 موظفات في شركة، مديرهم ده راجل متسلط ومتحرش، شايف إن الستات أقل من إنها تتولى أي منصب، وفي لحظة تمرد ال3 قرروا يقلبوا الترابيزة، بيخططوا ويخطفوه وبيديروا الشركة بنفسهم. الفيلم كوميدي، بس اللي وراه ثورة كاملة ضد نظام ظالم. وزي ما قلت لكم القصة دي مش خيال، الفيلم كان مبني على حركة حقيقية بدأت في بوسطن سنة 1972، أسسها 2 ستات كانوا شغالين وشافوا الظلم ده بعينيهم وقرروا يواجهوه. حركتهم كانت مبتكرة، مسابقة أسوأ مدير في السنة عشان يفضحوا المتحرشين، وثيقة حقوق المرأة في العمل، أول دعاوي قضائية ضد شركات عملاقة انتهت بتعويضات بالملايين. لما جيم فوندا الناشطة وصديقة كارين اللي مؤسسة الحركة سمعت قصصهم، قررت تحول نضالهم ده الفيلم. وفي نوفمبر 1980 نفس سنة عرض الفيلم، لجنة تكافؤ الفرص في التوظيف الأمريكي أصدرت توجيهات رسمية بتجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل. إيه اللي حصل بعد الفيلم؟ أغنية دولي بارتون 9 to 5 اتحولت لنشيد كل ست بتشتغل، واتصدرت قوائم الأغاني، وانضم آلاف الستات لحركة 9 to 5. مصطلح التحرش بقى على كل لسان، والشركات بدأت تغير سياستها. كارين نفسها بقت مديرة مكتب المرأة في وزارة العدل الأمريكية في عهد بيل كلينتون. السينما بجد مش مجرد ترفيه، والسؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، هل لسه في رؤساء ومديرين بيستغلوا سلطتهم ولسه في ناس بيدفعوا ثمن ده؟ سيب لي رأيك في كومنت واستناني في حلقة جديدة، وما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب علشان تشوف باقي الحلقات.